السلام عليكم، ازيك يا حب؟ عامل ايه؟ مسا عليك. ان شاء الله يكون بداية اسبوع جميل ويكون مليان بالسعادة والفرحة عليك. بص يا سيدي، مرة فلان قال لحد كلمة، فالكلمة دي اثرت عليه في حياته كلها. الكلمة دي ممكن ترفعك للسماء، توديك الجنة بإذن الله، وممكن تنزلك وتدفنك في جهنم وأعوذ بالله. معنى كده إن الكلمة لها قيمة كبيرة، وقيمتها كبيرة جدا، بسبب كلمة تدخلك الجنة وبسبب كلمة تنزلك تدفنك في جهنم وأعوذ بالله. يعني بمعنى أصح، ممكن انت تقول كلمة لحد، كلمة دي تأثر عليه بالسالب، فمثلا تكسر بقلبه، تكسر بخاطره، تخليه يفقد الثقة في نفسه. فانت بالتالي لو هو طالب هيفشل في دراسته، لو هو بني آدم نازل الشغل فهو مزاجه هيبقى متعكر ومش هينزل يشتغل ومش هيقدر يشتغل بسبب كلمة انت قلتها. وهل انت تفتكر بان مثلا كلمة انت قلتها ان هي مثلا هتعكر ولا تضايقني لحظات وخلاص؟ لا طبعا. ياما الناس ضيعت من عمرها سنين وايام بسبب كلمة ناس قالتها لها، عاشوا اي حياتهم وايامهم متدمرين بسبب كلمة. يعني بمعنى صح، قبل ما تنطق بالكلمة اللي انت هتطلعها من بقك، اللي عايز ضرب الجزمة ده، قبل ما تطلعها من بقك فكر فيها، فكر فيها من حيث كل حاجة. هل الكلمة اللي انا هطلعها دي هتكسر قلب حد؟ هتكسر بخاطر حد؟ هتفقد ثقة حد في نفسه؟ يعني هتأثر عليه بالسالب؟ فانا بالتالي المفروض مش هقولها. ليه؟ الدنيا دوارة. يعني انت دلوقتي لو قلت مثلا كلمة بتكسر بخاطر حد ولا بتكسر بقلب حد، فانت بالتالي ممكن تخلي حياته عبارة عن فشل بسبب كلمة انت قلتها. تمام؟ انت قلت النهاردة كلمة كسرت بخاطر حد، بكرة هيجي عليك حد يقول لك كلمة تكسر بخاطرك، علشان الدنيا دوارة، كما تدين تدان. وعايز اقولك على حاجة، انت لما تيجي تطلع كلمة من بقك حلوة، يعني كلامك سكر بمعنى صح، اول حاجة هتكسب رضا ربك، تاني حاجة هتكسب رضا الناس، تالت حاجة هتكسب قبول الناس، رابع حاجة هتكسب محبة الناس. فانت هتكسب حاجات كتير حلوة. ولو انت فيك عيوب، مميزاتك وكلامك الحلو هيغطي على عيوبك. تمام؟ فانت بالتالي ابدأ حسن من نفسك، او ابدأ احسب الكلمة اللي انت هتطلعها من بقك هتبقى عاملة ازاي، هتأثر بالسلب ولا بالإيجابي على اللي يسمعها. ومفروض احسبها من حيث كل اي حاجة، علشان الدنيا دوارة. انت النهاردة لو عملت خير هتلاقيه بكرة، ولو عملت شر هتلاقيه بكرة. وفكك من اللي بيقولك ده احنا قدمنا الخير ولقينا الشر، وقدمنا السبت وما لقيناش الحد. الكلام ده كلام فيستك، كلام فيستك. اللي بيقدم الخير بيجيله الخير، واللي بيقدم الشر بيجيله الشر، بس كل واحد وفي ميعاده اللي ربنا محدده. فانت خلي بالك من كلامك، بحيث بان ما يجيش عليك بكره ومثلا حد يقول لك كلمه تكسر مقاديفك، ولا حد يقول لك كلمه تكسر بقلبك، ولا حد يقول لك كلمه تاثر عليك بالسالب عامه وتندم. فانت اللي عملت كده الاول في حد تاني. فانت فكر قبل ما تتكلم في الكلام اللي انت تقوله. انا ولا عالم ولا فيلسوف ولا من اهل العلم ولا الشيخ الشعراوي، دي وجهة نظري، وكل واحد حر في حياته. فانت حر في حياتك، اعمل زي ما انت هتعمل، افعل ما تريد، اتكلم زي ما انت عاوز. في الاخر هاجي انا اقول لك اعمل ما بدالك، الاخرة جايالك. ده وجهة نظري وانت حر. ولو عجبك محتواي ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، ولو عندك فكرة موضوع يا ريت تكتبها في كومنت، هتنفعنا اقسم بالله. سلام.